تعرف ان اللي نهى الحرب العالميه الثانيه ما كانش دبابه ولا طياره ولا حتى جندي عايش، اللي نهى الحرب هو راجل ميت. فهات كوبايه شاي زي اللي انا خلصتها وانا بجهز الفيديو وتعالى عشان احكي لك القصه بالظبط. سنه 1943 كانت امريكا وبريطانيا عايزين يغزوا اوروبا كلها عشان يحرروها من هتلر، وكان في طريق واحد بس يخليهم يعملوا ده وهو صقليه في ايطاليا. المشكله هنا بقى ان هتلر ما كانش غبي، هو كان عارف كويس ان صقليه هي نقطه الضعف الوحيده اللي يقدروا يخشوا لاوروبا منها، فحط هناك احسن جيوشه وحصنهم احسن تحصين. فالدخول لصقليه كان انتحار جماعي لكل جيوش الحلفاء، فكان الحل الوحيد ان هم يلاقوا طريقه يقنعوا بيها هتلر ان هم هيهاجموا مكان تاني غير صقليه. بس الصعب هنا كان ازاي بقى يقدروا يقنعوا هتلر ان هم هيهاجموا مكان تاني. جه في الحته دي ضابطين من المخابرات البريطانيه وطلعوا بفكره عبقريه، والفكره كانت اننا ليه ما نديش للالمان اوراق تثبت اننا هنهاجم اليونان مش صقليه. طبعا الفكره دي ممكن تيجي لناس كتير، بس الصعب بقى كان ازاي ننفذها. فطبعا الضابطين جابوا الفكره وجابوا ازاي ننفذها، وكانت طريقه التنفيذ ان هم يجيبوا راجل ميت. واول ما الفكره دي اتقالت بداوا ان هم يدوروا في المستشفيات على راجل ميت ومالوش اهل، ملوش اوراق، ملوش اي بيانات في الدوله، لحد ما لقوا جثه شاب مشرد. السبب في موت الشاب ده ان هو كان جعان راقد في الشارع فلقى اكل، راح كل منه. الاكل ده كان محطوط عليه سم فران، فلما كله مات. فالمستشفى خدته، واول ما لقوا الجثه خدوها وسموا الشاب الرائد ويليام مارتن. وما اكتفوش بكده، ده كمان لبسوه لبس عسكري وحطوا في جيبه صور لواحده على اساس ان دي صوره حبيبته، وكمان جوابات من حبيبته، وجابوا كمان فواتير من محلات في لندن وحطوها في جيبه، وكمان جابوا تذاكر سينما قديمه شويه عن وقتها وحطوها في جيبه. كل ده عشان يوهموا اللي يلاقي الجثه ان ده كان جندي حقيقي مش مجرد شخص وهمي وعنده حياه حقيقيه، مش زينا كده ما عندوش حياه. وحطوا مع الجثه شنطه جلد مربوطه في معصمه وجواها رساله سريه من جنرالات كبار مكتوب فيها اننا هنهاجم اليونان وهنستخدم صقليه كتمويه فقط. وبعد كده بالليل غواصه بريطانيه اقتربت من سواحل اسبانيا ورمت الجثه هناك، وبعد كده قعدوا يستنوا يشوفوا ايه اللي هيحصل لحد ما المخابرات الالمانيه لقوا الجثه واتبسطوا قوي بقى بالصيد اللي هم لقوه ده. والرسائل وصلت لمكتب هتلر شخصيا، والجواسيس بتاعت بريطانيا كانوا بيراقبوا رد الفعل من بعيد. ولما اتاكدوا ان الالمان بلعوا الطعم وصدقوا الحيله اللي هم عملوها، بعتوا رساله سريه لرئيس الوزراء تشرشل ومكتوب فيها ان هم خلاص بلعوا الحيله اللي هم عملوها. هتلر بقى كان مرعوب من ان هو يخسر اليونان، فبدأ ان هو ينقل دبابات وجيوش من صقلية لليونان. وفي يوم 10 يوليو سنة 1943 هجم الحلفاء على صقلية ولقوها شبه فارغة، وقدروا ان هم يحتلوا الجزيرة في ايام بس، وانهار نظام موسوليني وبدأت نهاية النازية. والفضل كله يرجع للراجل المشرد اللي كان ميت. وخدوا الجثة دي دفنوها في اسبانيا باسم الرائد ويليام مارتن مع مرتبة الشرف العسكرية. وبعد الحرب بسنوات طويلة اكتشف العالم ان الراجل ده كان مجرد مشرد بائس، بس هو ميت قدر ان هو يخدم العالم كله اكتر من الناس اللي عايشه عمله. فالتاريخ يا اخواتي مش دايما بيكتبوا الاقوياء، اوقات بيكتبوا الاذكياء. لو القصه عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات عن القصص اللي عايزيني اعمل عنها الفيديوهات الجايه، وطبعا ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب.